فريق الأهلي. طبعا الأجواء كانت منذ يومين ماضيين، الأجواء كانت ماطرة هنا في مدينة الزاوية، والآن إلى حد ما هناك تذبذب بين سقوط الأمطار وتوقفها بين حين والآخر. الجديد في هذا اللقاء هو المدرب الجديد لفريق الأولمبي، المدرب التونسي شاكر مفتاح. هذا المدرب الذي يدرب لأول مرة في ليبيا، حيث كان مدربا للعديد من الفرق التونسية، آخرها كان فريق اتحاد بن قردان، وأيضا كان لاعبا سابقا في فريق الأولمبي الصفاقسي، وكذلك كان مدربا لثلاثة أندية في الدوري السعودي. نبدأ طبعا بتشكيلة الفريقين. نبدأ بتشكيل فريق الأهلي، الفريق الضيف. في حراسة المرمى عبد الحكيم التركي، في الدفاع مؤيد جدور ومحمود عكاشة، منصور رزق وأحمد التربي، أيوب عياد وعلاء القجدار ومحمد الغنودي، أنيس سلتو ومحمد الطبال وتاندي إبراهيم. طبعا في تشكيلة البدلاء أحمد دردور ومحسن متولي ومالك الأندلسي وعبد الله الشريف. طبعا أيضا صالح الطاهر ونور الدين القليب وعلي معتوق. يدرب فريق الأهلي المدرب فتحي جبال. في تشكيلة فريق الأولمبي يدخل في حراسة المرمى أسامة المندلسي، وفي الدفاع عبد العزيز الصويعي وهشام الأجنف ومحمد الأجنف وعبد المعز العموري ومحمد الشبلي وجعفر جبودة، طارق بشارة، محمد بن مختار، وفراس شليك ومصطفى المنير. في بدلاء فريق الأولمبي يدخل كل من الحارس حمزة البرجي وعلي الطاهر معتوق وإبراهيم دومبا، ربيع اللافي وأحمد الشريف التائب وجهاد شلدون والمعتصم المحمودي. يدرب فريق الأولمبي المدرب التونسي كما ذكرت شاكر مفتاح، ويساعده مروان نصرت.